السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده مع بعض فيديو جديد تطبيق جديد. بص بقى، في حقيقه ان النفس البشريه محدش بيحب يتعرف بيها. احنا بنحب اي حاجه تخلي حياتنا اسهل حتى لو حساب خصوصياتنا. بس استنى اكلمك وهكمل لك الجمله دي في الاخر. بص صح، انا بكلمك كواحد خايف عليك بجد، ومش جاي اقول لك تطبيق ده جامد وخلاص. انا عايزك تستخدمه صح عشان ما تتوحش صورة التكنولوجيا. احنا بقينا في زمن تطبيقات اللي بتفهمك قبل ما تتكلم، وده مرعب شوية او لو فكرته فيها. وهنا يجي تطبيق ميت AI مساعد وناظر. التطبيق ده مش بس مساعد ذكي، ده كمان مرتبط بفكرة النظريات الذكية. يعني مش في المستقبل تقريبا بتبص على حاجة وهو يرشحها ليك او يجاوب لك عليها فورا. خليني ابسطها لك. التطبيق ده عبارة عن مساعد ذكي تقدر تسأله اي حاجة، يساعدك في البحث، يديك معلومات، وحتى يساعدك في مهام يومية. ومع النظريات الذكية الفكرة بتكبر لانك ممكن تستخدمه يديك فضا كل حاجة بصوت او بمجرد النظر. بس استنى بقى، استخدام صح اللي هو يفرق معاك. لو استخدمته صح خليه أداة تساعدك مش تتحكم فيك. يعني اسأله، خد معلومة، بس فكر بنفسك وما تشاركش ببياناتك. ما تشاركش حاجة ببياناتك بكل عشوائي، لأن أي حاجة بتكتبها أو تسأل ممكن تسجل أو حتى تتحلل. خلي عندك وعي، مش خوف بس وعي. خد بالك بس ما تخافش يعني. طيب المميزات، بصراحة في حاجات قوية قولها سريعة بدل ما تدور كتير. بيدي ليك إجابة مختصرة. تاني حاجة بيسهل عليك مهام كتير زي البحث أو التخليص. ثالث حاجة فكرة الدمج مع النظريات الذكية، وده مستقبل كبير جدا. بس لازم اقولك على العيوب برضو. في ناس اشتكت في التعليقات ان الاجابات مش دايما يعني صح، ودي طبيعي جدا في اي AI. وفي قلق واضح من الخصوصية، وده كان من اكتر الحاجات اللي ناس بتتكلم عنها في التعليقات. ناس كتير اتفاعلت مع واحد او يعني شخص عموما بيقول في الكومنتات على موقع بلاي ستور: التطبيق قوي بس مش مرتاح لفكرته انه يعرف عني كل حاجة. ده تعليق منطقي جدا. كمان في ناس قالت ان التطبيق لسه محتاج تطور في الاداء والاستجابة احيانا. طيب سؤال مهم، هو التطبيق ده بيكسب منين؟ بص يا صديقي، مفيش حد ببلاش. التطبيق ده بيكسب غالبا من بيانات من تطوير الخدمات المدفوعة او من الدمج مع منتجات تانية زي الاجهزة الذكية. يعني انت مش بتدفع فلوس، بس بتدفع بمعلوماتك واستخداماتك. عشان كده لازم تبقى فاهم ان بتستخدم ايه. لو حابب بديل، في بديل طبعا. الرقم الاول بتاعنا اكيد ChatGPT، وفي جوجل اسيستنت. ده برضو ده مميز في المهام اليومية. ChatGPT ده قوي جدا في المحادثة والفهم. كل واحد فيهم ليه ميزة. بيحاول يدمج الواقع بالذكاء للفهم، استخدام يومي للشغل. نيجي بقى نكمل الحقيقة اللي بدأنا بيها. احنا بنحب الحاجة اللي تريحنا حتى لو على حساب خصوصيتنا، والخطورة مش في كده. خطورة اننا بنوافق من غير ما نفكر. فانا بقولك كصاحب ليك، استخدم التطبيقات دي، اتعلم منها، استفاد، بس ما تسيبهاش تستخدمك. لو حسيت ان كلامي ده مهم وفرق معاك، اعمل لايك واشترك في القناة عشان دايما نبقى نتكلم بصراحة من غير تجميل. بس كده، سلام يا بطل.